السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. اليوم بخصوص نتحدث عن لاعبنا الدولي أنيس حاج موسى حول انتقاله مفاوضات مع نادي بنفيكا من أجل ضمه إلى هذا الصيف إلى ناديه بعد رحيل دي ماريا إلى ناديه الطفولة في الأرجنتين. آخر الأخبار تقول أن أنيس حاج موسى هو الآن تحت أنظار كل من بنفيكا ونيس الفرنسي، وحيث هناك مفاوضات جدية تقول بأن ناديه برونفورد يطالب ب20 مليون يورو مع زيادة التحفيز، حيث أكدت أن بنفيكا أن هذا المبلغ كبير وأنه لا يستطيع الدفع هذا المبلغ، حيث طلبت بنفيكا بدفع 20 مليون يورو من أجل ضمه من أجل ضمه هذا الموسم والانتقال بشكل رسمي وشراء عقده المتبقي، حيث أن أنيس حاج موسى أدى اهتمامه ورغبته في انضمام إلى الدولة البرتغالي، حيث أن لاعبين دوليين جزائريين سبقوه، وآخرهم كان إبراهيمي الذي في بورتو، حيث هناك برزت موهبته وطلع شأنه. فنتمنى من أنيس حاج موسى الالتحاق بنادي بنفيكا، وهو نادي كبير، وأن بنفيكا هو الذي يصطاد النجوم ويبيعهم بمبلغ كبير، ولما لا تكون من بوابة بنفيكا انتقال أنيس حاج موسى إلى نادي كبير، ونتمنى ذلك، وهو الذي نتطلع أن يكون خليفة رياض محرز. وحيث أن أنيس حاج موسى ذو لاعب موهبة، وبرز موهبته في ناديه هذا الموسم، حيث لعب أبطال أوروبا وفعل ما فعل بنادي ميلان، حيث هو كان سبب إقصاء من دوري أبطال أوروبا. ونتمنى من أنيس حاج موسى الإبراز موهبته والالتحاق بنادي مثل نادي بنفيكا الكبير العريق من أجل تطوير نفسه والالتحاق مجددا بالمنتخب الوطني، ولما لا يكون لاعب أساسي دائما ويقدم الإضافة بعد تراجع رياض محرز مستواه، وهو الذي يبلغ الآن كبير في السن 35 سنة. ونتمنى من أنيس حاج موسى الالتحاق بنادي بنفيكا. وأمامكم الصحافة، حيث أكدت أن هناك مفاوضات جدية بين بنفيكا وناديه، حيث أن ناديه يرفض ويطلب زيادة من بيعه مقابل 20 مليون يورو والتحفيزات كذلك. ما هي الآن مفاوضات لم تفشل بعد. نتمنى التحاق أنيس حاج موسى بنادي بنفيكا ومن أجل التتويج بالألقاب، ولتكون له من هنا البواب مفتوح من أجل إظهار موهبته والالتحاق بنادي كبير، مثل ما فعل آيت نوري الذي انضم هذا السنة مقابل 40 مليون يورو إلى مانشستر سيتي. ونرى لاعبي المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم في كأس أوروبا ومتابعتهم ومن أجل تحفيزهم. ونتمنى الفيديو نال إعجابكم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ومن أجل تقديم المزيد. والسلام عليكم.